محمد المالي. اوكي. هاي منى. هاي محمد. برنامجك هاي. السؤال: هل انتقادك لهؤلاء المداحين قبل الذمامين بعد تسبب لك مشاكل شخصية مع هؤلاء أو من أي جهة؟ اذكريها. محمد العمري، مخرج وكاتب سيناريو مصري خارج مصر. شكرا. ميرسي يا محمد. أنا طبعا حصل لي انتقادات كتير جدا من الناس، ومع الأسف هم الفنانين اللي كنت بنتقدهم في البرنامج هم واخدين المسألة بشكل بيرسونال جدا، واخدينها بشكل شخصي جدا. أنا ما أعرفش حد فيهم شخصيا، وبجد ما بعديش أي حد فيهم شخصيا، لكن متهيألي أي شخصية عامة من حق أي حد إن هو يطلع ينتقدها. أنا ممكن أي حد يطلع ينتقدها. أنا بقى أصلا بعمل حلقة هتريق فيها على نفسي، فيعني أنا ما عنديش مشكلة خالص في الموضوع ده، وما عنديش أي موقف عدائي مع أي حد فيهم، وما عنديش مشكله شخصيه مع حد فيهم خالص. فمش عارفه هم ليه واخدين الموضوع بحساسيه زياده عن اللزوم. تهيألي عزب شو لما طلع قلد استاذ مفيد فوزي ولا استاذ محمد منير، ودول ناس يعني ليهم قيمتهم الفنيه ويحترموا، محدش فيهم زعل. ف مش عارفه. وفي منهم فنانين كتير جدا انا بحترمهم على المستوى الفني جدا، فيعني مش عارفه، هو الموضوع مش كبير قوي لدرجه ان هم يشنوا هجوم عليا والكلام ده كله. ميرسي يا محمد على سؤالك.